عبد السلام كان كيشوف الناس كل عام كيمشيو للحج، وهو قلبو كيتقطع خصو يمشي، ولكن ما عنده لا فلوس لا قدرة لا امل. حتى جا واحد النهار تاع عرفة، النهار اللي غادي تبدل الحياة ديالو كاملة بسبب طبق الخبز بسيط. ولكن المفاجأة الحقيقية ماشي بالدعوة اللي دعا، بديك الجار العجوز اللي داق بابو في اخر لحظة. شنو السر اللي خلى رجل فقير يوقف في عرفة بعد ما كان مستحيل؟ وشنو الحاجة اللي خلاها الجار قبل ما يموت وخلات الناس كاملين مصدومين؟ خليك من نهاية القصة اللي غادي تخليك تحس برحمة الله بطريقة عمرك ما حسيت بها. السلام عليكم، أنا عبد السلام، راجل فقير وبسيط وخدام نهار كامل غير باش نوفر لقمة العيش لوليداتي. وكان عندي حلم واحد وهو نمشي للحج ونوقف في عرفة. كل عام كنقول يمكن العام اللي ما يجي كتب لي ربي نمشي، ولكن سنوات كدوز والفلوس ما كيكفيونيش حتى للكرا والماكله. وواحد النهار عرفة كنت جالس بوحدي في السطح، كنشوف في السما وقلت يا ربي ما قدرتيليش نوصل للحج، ولكن قلبي عندك. في داك الوقت سمعت بحال شي حد كيدق في الباب، عوت وفتحت الباب ولقيت واحد الرجل كبير في السن مريض وما عنده حتى حد. قالي ولدي امبارح انا ما كليت والو. دخلت، ما كان عندي حتى شي حاجه من غير شويه الطحين والزيت. مراتي قالت لي هادشي ما يكفيناش حتى حنايا. قلت لها يمكن هاد الصدقه في هاد اليوم العظيم راه ربي والله ما يضيعنا. وجدت له الخبز واتاي سخون ومشيت لعندو للدار، عطيتو داكشي وهو بدا كيبكي وقال لي الله يجعل ربي يحقق لك ما كتمنى. دازت ايام قليله، في الصباح جا عندي واحد الراجل لابس مزيان، قال لي واش انتينا هو عبد السلام؟ قلت له ياه انا هو. وابتسم وقال لي الجار ديالك اللي كان حداك راه مات. لما يموت خلى هاد الوصيه هادي وقال فيها بيعوا الارض الصغيره ديالي وعطيو الثمن ديالها لعبد السلام، حيت هو وقف معايا في وقت الشده. انا تصدمت وقلت سبحان الله. ومن بعد شهور بديك الفلوس مشيت نلحج اخيرا. وفاش وقفت في عرفه بكيت وقلت يا ربي واخا انا جيت متاخر ولكن رحمتك تبقى تكون. ومن هنا نكونوا سالينا القصه. كنتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوناش بالاشتراك واللايك لحتى نكملوا معكم وتشجعونا، وشكرا.